السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي راكم حبيباتي؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا في احسن الاحوال ويلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة. يعني الصحة هي الاهم. ان شاء الله يا ربي تكونوا كاع بصحيحتكم. اليوم جيت وجبت لكم وصفة تاع الشامية، تاع المحلات هذيك تاع الزمان، الله الله، اللي كي تبقي تقسمي فيها تجيك هذيك الطراوة والحلاوة، تكون معتدلة. يعني بزاف تاع النساء يشتكوا من الشاميه تاع الدار، تقول لك تجيني قاصحه، تجيني معجنه. صدقيني بهذه الطريقه راح تنجحي فيها، وراح ان شاء الله باذن الله هذا سيدنا من رمضان ما تشريش كامل الشاميه من برا. فلا تبعيني برك في المقادير وفي الطريقه باش تنجحي فيها. اولا وقبل كل شيء واش نديرو؟ نروحو نوجدو الشربات. في الشربات واش نحتاجو زوج كيسان تاع السكر وربع كيسان تاع الماء. فوالا، كي نحطو كامل هاد المكونات نزيدو لها برش تاع القارص ونحطوها فوق النار تغلي. غير تبدا تغلي نحسبوا لها ربع ساعه ونطفوا عليها. هنا الشربة تاعي خلاص راهي طابت وبردت مليح مليح. نروح نضيف لها فنجال تاع الماء زهر، فوالا، ونخليها بجيه تزيد تبرد مليح مليح. نروح نجيب السنيوه تاعي ونبدا نكيل في السميد. شوفوا هنا السنيوه تاعي ترفد 20 سنتيمتر على 40. وانتيا الى عندك سنيوه شويه صغيره صغري الكيل اللي توزني به. انا هنا الكاس تاعي يرفد لي 240 غرام. نتيا جيبي كاس صغير عليه، فوالا، وبديت كيلي به مش شربات وانتي رايحه، يعني بنفس الكيل كملي كامل لاغوسات تاعك. انا هنا السنيد تاعي يرفد لي حوالي ربع كيسان تاع 240 غرام. يعني تنجموا تقولوا يرفد لي بخاسك كيلو واحد تاع السميد، ماشي كيلو كومبلي، مي بخاسك كيلو واحد، فوالا. هنا غير باش نوري لكم، غادي كي نحط صبعي مازال ما وصلش للنيفو اللي باغياته. فوالا، هنا نكمل الكاس الرابع. ونستف مليح مليح هذيك السميد. بون، قبل كل شيء نوري لكم غير النوعيه. شوفوا هنايا هذه التشيشه الغليظه كامل اللي يجي في السميد. كي تروحي عند مول العطار قولي له اعطيني السميد تاع الشاميه ولا تاع قلب اللوز، يعطيك هذا السميد. يعني وكاين واحد خير منه بصح ما نلقاش يجي محمص. هنا كي تحطي صبعك يكون النيفو ما وصلش عاده للخط الاول تاع الصبع. فوالا، هنا نروح نوجد السوائل تاوعي. واش ندير فيهم؟ ندير زوج كيسان تاع السكر، وراكو تشوفوا راني بنفس الكاس اللي نعير به. ندير زوج كيسان تاع السكر وكاس معمر تاع الماء زهر، فوالا، ونضيف له كاس معمر تاع الزيت. هنايا كان اللي يفضل يدير نص ما زهر ونص حليب، ولا نص ما زهر ونص لبن. انا فضلت نديره كامل بالما زهر ويجيني هكا بلو فاسيل، والنكهه تاعه تجي بنينه وتشمي هذيك الريحه من بعيد. فوالا، انا نروح نميكسيه. هنا برك بغيت نقول لكم باللي لي ما عندهاش البلاندر دير الميكسور. الا ما عندكش الميكسور خلطي غير بالخلاط اليدوي، هذاك الفوي اللي عندك غير به وخلطي. برك تاكدي بلي السكر تاعك دابلك شويه. يعني هاد العاملين نقوموا بها غير على جال هذاك السكر باش يذوب لنا، وباش نجمو نطيبوا الشاميه تاعنا في نهارها. يعني بهذه الطريقه راح توفر على نفسك الوقت والمجهود. تخلطيها تخليها ترتاح شويه وتطيبيها في نهارها. نعم، ما راحش تقارعيه حتى غد من داك. المهم هنايا راني حطيت هذاك الخليط تاع السكر والماء زهر والزيت. وهنايا ما ننساوش الملح، حطيت حوالي ربع ملعقه صغيره تاع الملح. نخلط مليح مليح النواشف مع السوائل باش كامل هذاك السميد يتشرب لي، فوالا. ومن بعد واش ندير؟ نروح نجيب هذيك السنيوه تاعي ونكون مذوبه السمن. هنا تبغوا تستعملوا الزبده ولا الزيت، الحاجه اللي تساعدكم. انا نفضل السمن، يعطيني هذيك النكهه تاع زمان. ومن بعد تيك نجيب الخليط تاعي ونحطه في السنيوه ونحاول كيفاش نسويه. هنا تبغي تسويه بالملعقه ولا باليد تاعك، الحاجه اللي تساعدك. انا يا واش يريحني
ولي زعما نقد نخدمها فاسيلمون. نجيب هذيك الغرفيه تاع الماء، ندير فيها يدي ونقطر مليح مليح الماء، ونبقى نسوي فيها بهذه الطريقه. يعني الحاجه اللي تساعدك. انا يدي الحمد لله راهم مغسولين، وهذه زعما بلا ما نقول لكم، كان اللي يبغي يدير لي غون، كان اللي يبغي يعني الحاجه اللي تساعدك. فوالا. وغير بغيت نقول لكم حبيباتي، يعني هذه الوصفه من انجح الوصفات ومن اسرع الوصفات. حنا زمان واش كنا نديرو؟ كنا نقبضوا هذاك السميد ونزيدوا له السكر، ويقول لك يليق زوج سوايع وانتي تقعدي تحكي فيه. ايماجينو السكر والسميد خشين خشين، والله يديكم يولوا حمرين، يطيبوا في التالي ما يتخلط ما والو. ويقول لك زيدي لها السمن ولا زيدي لها الزيت، يبقى يقعدوا غير يشكلوا عليك. وحتى غدوه من داك باش تنجمي تعاودي تخلطيها وطيبيها، وحتى غد من داك باش تنجمي تقسميها، يعني باش طيبيها وتقدي تاكليها. احسبي واحد 3 ايام وانتي معاها. على بيها يكرهوا الناس وما يفضلوش يطيبوها بهذه الطريقه. راح كامل ما تعجيش عليها في نهارها، طيبيها وغد من داك تقسميها وتتهني. فوالا هنا من مور اللي سويت هذيك الشاميه تاعي، نخبط السني مليح مليح باش ما يبقاوليش لي تراس تاع يديا. ونروح نجيب الشيء اللي عندي نزين به. اللي عندك اللوز زيني باللوز، اللي عندك الكاوكاو ديري كاوكاو، وإلا ما عندك والو ما ديري والو يا مدام. انا كيما راكي تشاهدي الشاميه تاعي ما محشيه بالكاوكاو في الوسط ولا اللوز، ما والو، درتها سامبل كي تاع بكري، وصدقوني راح تجي بنه عالميه. هنا من مور لي سقمت هذا التزيين، راح نخليها حوالي 2 سوايع ترتاح، ونعاود نولي لكم. هنا من مور لي ريحت لي 2 سوايع، نروح نجيب هذاك السمن نعاود ندوبه ونطلي مليح من الفوقه باش يعطيني واحد اللون الشباب. سامحوني حبيباتي يعني شويه مقريبيه. من مور اللي نطلي هذاك السمن، واش ندير؟ نروح نجيب السكين ونحاول نقسمها. هنايا ماشي نقسمها كامل، شغل ندير غير خطوط من الفوق. فوالا كيما راكم تشاهدوا بهذه الطريقه. عمركم ولا تدخلوا السكين حتى لتحت، لا لا، غير كيما هكا من الفوق، فوتوا كيما هكا خطوطه، وعاودوا قسموهم كاريات، باش كي تدخلي الشاميه تاعك في الفرن ما راحش تتنفخ لك. يعني بزاف تاع النساء يشتكوا تقول لك بلي انا من نطيب الشاميه تاعي تتنفخ لي في الوسط ولا في الجناب، سا ديبون وين تصرى الكارثه. بهذه الطريقه راح السميد تاعك يتنفس لك وما راحش يتنفخ لك. يعني هذه العمليه جد مهمه. فوالا. هنايا يا حبيباتي الفور تاعي راني سخنته على درجة حرارة 180 وندخله. يعني هنا تخليها طيب حوالي ساعة. كي تشوفوا الجناب ولا مارون فونسي شعلوا عليها من الفوق. هنايا راح نوري لكم في الفرن. هنايا الجناب تاعي خلاص ولاو هذاك البني الحامق. واش ندير؟ نعاود ندهنها بالسمن ونشعل عليها من الفوق ونبقى نعس فيها. شوفي هنا مادام ما تروحي لا من لا من، اقعدي معاها، اقعدي مقابلتها كي من هاك حتى تحمر لك وتدي لك هذا اللون الشباب. راكو تشاهدوا هذا اللون، غادي تزيد تحمر على كي من هاك. الشربة تاعي راهي بارده، والشاميه راني هذا وين خرجتها من الفرن راح نسقيها حتى تعمر لي كامل الفوق. هنايا حبيباتي الشربة تاعك ما تروحيش تقبضيها وتتفرغيها كامل ضربه واحده، لا لا، اقعدي تعمري وتشوفي. الا شتي الشاميه تاعك تعمرت لك، هنا حبسي خلاص ما تزيديش. واش ديري؟ هنا كي تعمر لك السنيوه تاعك، روحي حكمي السكين، نعم يا مدام، حكمي الخدمي وقسميها كامل. يعني شتي وين درتي الخطوطه قبل ما طيبيها، تماك قعدي تقسمي فيها. فوالا بهذه الطريقه. علاش نقسموها وهي عاده ما شربتش؟ جيستومون حنا نقسموها باش تزيد تشرب. يعني كامل هذوك البلايص اللي شربت ما وصلوا لهمش، بهذا العمليه راح الشاميه تزيد تشرب مليح مليح. شوفوا هنا شربت لي كامل. ونعاود نسقيها وندخلها في الفرن يكون طافي، الفوق يكون طافي، ونعاود نكملها شربت. يعني لا بلوبار تاع النساء تروح تفرخها كامل ولا تخلي نص الشربت ما ديرهمش، ومن بعد تيك ما تتشرب لهاش مليح. هنا واش ندير؟ نروح نخليها حتى الغدوه من داك. انا طيبتها في الليل وما قرعت حتى 6 سوايع، كنت مقلقه نصبح ربي، وكانوا باغيين بيان سور ياكلوها. شوفوا اللون ما شاء الله.
واش نقول لكم، تحسبوا تاع برا والله صراحه. قولوا لي ام محمد بركي ما تشكري في روحك. لا لا والله العظيم جات ما شاء الله تحفه تحفه، وديك البنه ما نحكي لكمش. راح نقسم لكم حبه قدامكم وراح تشوفوا كيما قال لك اللي ما عنده شاهد كذاب. راح تشوفوا غير بعينيكم ان شاء الله يا ربي تجربوها وكامل تنجحوا فيها. شوفوا هنايا راح نقسمها لكم، جاتني طريه طريه لواحد الدرجه، يعني ما شاء الله، ولوغو ما تنشبعش. الحلاوه ماشي هذيك اللي تذبح، الحلاوه معتدله كيما نبغوها. شوفوا الله يبارك. المهم حبيباتي راني وصلت لافان تاع الفيديو تاعي، ما عليا نقول لكم غير اللي ما راهيش مشتركه معايا ان شاء الله تعجبك القناه ويعجبك المحتوى وتشتركي معايا وتولي كل مره تزوريني وتعلقي لي في لي فيديو تاوعي، وعلاش لا ديري لي لايك ان شاء الله يا ربي تنتموا للعائله تاعي وتزيد تكبر والقناه تاعي تزيد تبان ان شاء الله يا ربي. المهم حبيباتي تهلوا في روحكم، مع السلامه.